ترامب مش سياسي، ده تاجر سياسي. ليه أمريكا ممكن تبيع أي حد في أي لحظة؟ الجواب بسيط، لأن اللي بيسوق السفينة دلوقتي مش سياسي، ده تاجر، وأسوأ تاجر هو اللي بيبيعك وانت مش واخد بالك. من أول ما ترامب دخل البيت الأبيض وهو بيعمل السياسة كأنها سبوبة. ضرب الاتفاق النووي مع إيران، باع سلاح للي يدفع أكتر ويقول حاضر، نقل السفارة للقدس وافتكر باللي عمله وكأنه كسب صفقة. كل حاجة كانت بتتوزن بالفلوس. تعال شوف آخر جولة ليه في الخليج. راح السعودية، قال هيرفع العقوبات عن سوريا، شتم إيران وبياخد طيارة هدية من قطر. طيارة يا جماعة، مش ساعة ولا قلم. ده مش رئيس، ده تاجر بيعمل علاقات عشان يكسب على قد ما يقدر. ويجي يقول لك أنا السبب في وقف الحرب بين الهند وباكستان، والهند تطلع تنفي وتقول محدش وسطنا اصلا. هو بيبالغ ولا بيبيعك حكاية جديدة عشان تدخل في لعبة اكبر؟ طيب هو كده بيشتغلنا ولا بيشتغلهم ولا بيشتغل العالم كله؟ ترامب مش بيحكم، ترامب بيقفل صفقاته، وكل صفقة ليها تمن، واللي بيدفع اكتر ياخد اكتر، واحنا الشعوب غالبا اللي بندفع التمن ده. السؤال هنا، انت شايف ان هو تاجر شاطر ولا تاجر خطر؟ طب هل العالم بقى بيتحكم فيه تجار السياسة فعلا؟ واحنا كعرب دورنا ايه؟ بنتفرج ولا احنا جزء من الصفقة؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات وشير الفيديو، وخلي بالك مش كل اللي لابس بدلة هو سياسي. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو.